اخواتي اللي مشرفيني ومصيتيني، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كان في مشروع عمل عروسة اللابوبو اللي هي طالعة ترند اليومين دول. بس طلعت معانا كلبة بلدي، فمش مشكلة، برضو هنطلع الباترن بتاعها ولينا محاولة اخرى في عروسة اللبلوب هذه، بس في فيديو تاني ان شاء الله. هنحتاج بقرة لون الدبدوب وبقرة بيضة وبني او سودا علشان تطريز الوش. بكرة ستان دي اختياري، إبرة تنظيف وإبرة كروشيه مقاس 3، ولاعة، مقص، وإبرة وخيط. يلا بينا. طيب يا جماعة، احنا هنشتغل العروسة من تحت لفوق. تمام. أول حاجة نشتغلها الرجلين لوحدهم والإيدين لوحدهم والودنين لوحدهم، وبعد كده هنشبكهم في بعض مع باقي الجسم. تمام. يلا بينا نبدأ. هنبدأ برجلين الدبدوب. أول حاجة هنعمل دايرة سحرية زي ما انتوا شايفين. هنشد الخيط وبعدين نطلع سلسلة، وهنشتغل 6 حشو جوه الدايرة السحرية. تمام. هشتغل ال6 حشو وارجع لكم تاني. 3، 4، 5، 6. هنشد الخيط عشان نضيق الدايرة زي ما انتوا شايفين، وهندخل بسن الإبرة في أول غرزة حشو عملناها عشان نشتغل منزلقة. تمام. السطر التاني هنرتفع سلسلة واحدة وهنشتغل تزايد، يعني غرزتين حشو في كل غرزة سلسلة قدامنا، يعني هيطلعوا في الآخر 12 غرزة حشو. هخلصهم وارجع لكم نشتغل السطر التالت سوا. هنقفل السطر التاني سوا يا بنات، وهننزل في أول غرزة حشو اشتغلناها بمنزلقة زي ما انتوا شايفين. وطول ما احنا شغالين يا بنات بناخد الخيط معانا علشان ننضف شغلنا أول بأول. فخلاص خدنا الخيط في السطر اللي فات، فهنقصه وننضف الشغل أول بأول. تمام. يلا بينا عشان نشتغل السطر التالت. هنبدأ السطر التالت، فهنرتفع سلسلة وهنشتغل غرزة حشو وبعد كده تزايد، غرزة حشو وبعد كده 2 حشو في نفس الغرزة اللي بعدها. فاهمين قصدي؟ واحدة حشو وبعد كده تزايد. هنكمل السطر وبعد كده هرجع لكم. هاتيلي مخدة الله يسترك. خلصنا السطر التالت وهنقفل بمنزلقة في الغرزة الأولى للسطر. هنرتفع سلسلة وهنشتغل السطر الرابع والخامس كلها غرز حشو ثابتين. في نهاية كل سطر هيكون عدد غرز الحشو 18 غرزة حشو. هخلص السطرين وارجع لكم تاني. السطر السادس هنشتغل غرزة حشو وبعد كده تناقص. اهو ادي غرزة حشو، تناقص، ناخد ونسحب وناخد ونسحب. تمام. نكرر غرزة حشو، تناقص، غرزة حشو. هخلص السطر وارجع لكم تاني. هنقفل السطر بمنزلقة ونرتفع سلسلة. قبل ما نعمل السطر الأخير هنبدأ نحشي الرجل. هنبدأ نشتغل السطر الأخير. هنرتفع سلسلة وهيكون معانا 12 غرزة حشو. هنشتغل غرزة حشو في كل غرزة، يعني هيكون ثابتين معانا، السطر ده هيكون ثابت معانا 12 غرزة حشو. اهو. وبكده نكون عملنا أول رجل. هنسيبها مفتوحة من هنا. هنعمل سلسلة واحدة ونقص الخيط، نشدها. تمام. هنعمل الرجل التانية وارجع لكم تاني. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، عملنا رجلين الكوتي بوتي موتي بتاعنا، ايه رأيكم؟ طيب دلوقتي هنشتغل الدراعات، بس انا هسكيب الحتة دي وهسيب لكم الباترن في اول الجزء ده علشان هو اشبه بالرجلين. اول سطر هنشتغل 6 حشو في دايرة سحرية. تاني سطر هنشتغل تزايد. السطر التالت الرابع الخامس السادس السابع هنشتغل غرز ثابتة. غرز ثابتة ب12 غرزة حشو، السطر 12 غرزة حشو في الآخر. بعد كده هنحشي الفايبر، وبعد كده السطر الأخير هنشتغل غرزة حشو وبعد كده تناقص. هخلص الإيدين وارجع لكم تاني.
نسيت اصور الايدين الكوتي بتاعتي، بس مش مشكلة، هنبدأ نشتغل في الودان. هسيب لكم الباترن دلوقتي ونبدأ نشتغل. هنشتغل السطر الأول هنرتفع 10 سلاسل، بعد كده السطر التاني هنشتغل غرزة حشو في كل سلسلة، هنشتغل 8 غرز حشو. آخر سلسلة في السطر هنشتغل 2 غرزة حشو، هنشتغل تزايد في آخر سلسلة في السطر. بعد كده هنلف الشغل زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نشتغل في الجهة التانية غرزة حشو في كل سلسلة. تمام، زي ما انتوا شايفين، تابعوا معايا. كده خلصنا اللفة الأولى اللي هي بمثابة السطر التاني. هندخل منزلقة في أول سلسلة وهنشتغل السطر التالت. هنرتفع سلسلة ونشتغل داير ما يدور غرز حشو في كل سلسلة. نخلي بالنا لو مش هنعرف نركز في أول سلسلة، في أول غرزة احنا عملناها، أول غرزة حشو احنا عملناها، هنجيب ماركر ونعلم علامة في أول غرزة هنشتغلها. هنحط الماركر بحيث ما نتلخبطش، أول ما نلف اللفة ننزل فيها منزلقة، هنطلع سلسلة ونكمل الجولة الرابعة. تمام. بعد ما خلصنا السطر الأخير في الشغل كله، هنيجي في برضو أول غرزة نعمل منزلقة. تمام، كده اتكونت معانا الودن. هنرتفع سلسلة ونقص الخيط. تمام، هشتغل الودن التانية وارجع لكم تاني. واشتغلنا الودنين الكوتي موتي موتي بتاعنا برضو. استنى موريتكوش الدراعات، انا هوريكوا دلوقتي كل اللي اشتغلناه. اشتغلنا الرجلين، وادي الايدين كمان هما اللي موريتهولكمش عشان نسيت اصورهم. واشتغلنا الودنين. هنبدأ نركب من بداية الرجلين. طيب يا بنات، هنجيب طرف الخيط ونعمل عقدة البداية، وهنخرج منها الإبرة، وهنجيب رجل واحدة وهنبدأ ندخل الإبرة فيها، وناخد معانا العقدة ونشبكها في الرجل. تمام، زي ما انتوا شايفين هنسحب الخيط كده، نرتفع 3 سلاسل، وهنجيب الرجل التانية علشان نشبكها فيها. هندخل في أي فراغ في أي غرزة سلسلة ونشتغل منزلقة. دي فتلة الرجل الأولانية، ودي فتلة الرجل التانية، ودي فتلة البداية، يعني سيبكم منهم عشان متلخبطوش. احنا هنشتغل غرزة حشو داير ما يدور، وهنعدي على ال3 سلاسل. في كل غرزة في ال3 سلاسل هنشتغل حشو، ونرجع تاني داير ما يدور، وورا غرزة وورا ال3 سلاسل في ظهرهم هنشتغل حشو، وهنقفل هنا السطر الأول. تمام، هنطلع السلسلة ومكان ما نزلنا بالمنزلقة عشان ناخد الرجل التانية. تمام، هنشتغل حشو. تمام. طيب يا بنات، هنكمل السطر للآخر غرزة حشو في كل غرزة سلسلة. هخلص السطر وارجع لكم. خلصنا السطر زي ما انتوا شايفين، وهبدأ انضف الجزء دون من الخيوط الزايدة فيه عشان ما تلخبطنيش او تضايقني في الشغل. وبس كده خلصنا الرجلين زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نحشي الرجلين كويس لحد ما نحس ان هي اتملت قبل ما نرتفع بالجسم. تمام، احشوهم كويس وهحشيهم انا كمان وارجع لكم. وبكده احنا عملنا اول سطر في الجسم. هنرتفع 6 سطور كمان غرز حشو ثابتين، يعني هيبقى معانا 7 سطور غرز حشو ثابتين. هنخلصهم وارجع لكم تاني. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا ال7 سطور. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل السطر الثامن في الجسم. هنشتغل 5 حشو، بعد كده تناقص، بعد كده 5 حشو، بعد كده تناقص لحد ما نوصل لأول غرزة. كده خلصنا السطر 5 حشو، بعد كده تناقص، 5 حشو، بعد كده تناقص. هنبدأ السطر اللي بعده نركب الإيد. هنشتغل حشو داير ما يدور. تمام، أول ما هنوصل للنص هنا هنبدأ نشبك الإيدين. تمام، هشتغل الشوية دول، أول ما نيجي نشبك الإيدين هاجي أكمل معاكم. طيب يا جماعة، بندخل الإبرة من جوه الإيد لحد الجسم من غرزة لغرزة، ونبدأ نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو. نركز، هنشتغل غرزة حشو مش منزلقة. تمام، هنشبك الإيد ب3 غرز. كده احنا عملنا الغرزة الأولى، هنشتغل الغرزة التانية والتالتة. تمام، هنشبكها من 3 ب3 غرز. تمام،
هنكمل كل ده حشو. نيجي هنا نشبك الايد التانية. طيب انا ركبت الايد التانية اهي، تمام. هنكمل لحد النص حشو وارجع تاني. طيب السطر اللي جاي ده هنشتغله سوا. هنشتغل ازاي؟ هنشتغل واحدة سلسلة، بعد كده تناقص، بعد كده واحدة سلسلة، بعد كده شايفين هندخل فين؟ ثواني، هنا تناقص، تمام. بعد كده غرزة حشو، بعد كده تناقص، بعد كده غرزة حشو، بعد كده تناقص. شايفين خدنا اخر تناقص فين؟ في الايد نفسها. هكمل باقي السطر على واحدة حشو وبعد كده تناقص وارجع لكم تاني. هنحشيها فايبر، ماشي، وارجع لكم تاني. تمام، بعد ما وصلنا وحشيناها اهي، ده بقى شكلها، ماشي. السطر اللي جاي كله هنشتغله حشو ثابت، تمام. خلص السطر وارجع لكم تاني اهي، تمام. هنطلع اهو، ادي السطر، هنطلع سطر كمان ثابت. دلوقتي احنا كده خلصنا السطرين. بعد ما خلصنا جسم العروسة دلوقتي هنبدأ نشتغل في الراس. والسطر الأول هنبدأ نشتغله غرزتين حشو وبعد كده تزايد، غرزتين حشو وبعد كده تزايد. هنكمل كده في السطر الأول والتاني والتالت ونرجع تاني عشان نشتغل السطر الرابع سوا. السطر الرابع هنشتغله كله غرز حشو داير ما يدور، هنخلصه ونرجع. هنبدأ السطر اللي نشتغل بعده السطر هنشتغله الخامس كله كله تناقص، تناقص، هخلصه تمام. وارجع لكم. شايفين بعد ما خلصنا السطر الخامس كده الوش بدأ بعد يبان ازاي؟ السطر السطر السادس هنشتغله 3 غرز حشو وبعد كده تناقص ونكرر لحد ما نخلص. بعد ما خلصنا السطر السادس هتحسوا كده ان هي مطبقة شوية، بس ما تقلقوش اما هنحشيها هتتفرد معانا. السطر اللي بعده كله هيكون ثابت. هنطلع سطرين اتنين ثابت ونرجع تاني. كده بعد ما خلصنا السطرين الثابتين، تمام، هنبدأ نحشيه ونرجع تاني اوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي اسمه هون. السطر اللي بعده نشتغل واحد حشو تناقص، واحد تناقص، واحد حشو، بعد كده تناقص. السطر اللي بعده هنشتغله كله تناقص، تمام. اخر سطر هنشتغله كله تناقص، وهنركب الودنين على الطرف، تمام. طيب يا حبايبي، بعد ما شبكنا الودان هنشتغل اخر سطر كله تناقص داير ما يدور، بعد كده هنقص الخيط وارجع تاني. انا تقريبا في الحتة دي نسيت ان انا بصور لكم، وكنت بصور تحت الكاميرا، بس مش مشكلة، احنا هنرتفع سلسلة وهنسيب مسافة للخياطة وبعد كده هنقص، تمام.
بعد كده هنسحب الخيط من الإبرة. بعد كده هنلضم الخيط في إبرة التنظيف ونخيط آخر فتحة فوق رايح جاي، وبعد كده هنخيطها من الجنب زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده هندخل بالإبرة بطول العروسة علشان ننضف الخيط، وبكده تكون العروسة خلصت معانا. يلا بينا نبدأ مرحلة التطريز. هنحدد مكان العين بدبوسين بشكل طولي زي ما انتوا شايفين عشان يكونوا على نفس السطر. بعد كده هنلضم خيط لون بني أو لون أسود في إبرة التنظيف، وهندخل بشكل طولي من تحت لفوق مكان الدبوس اللي علمنا بيه، تمام زي ما انتوا شايفين. تابعوا شرح تطريز العين وارجع لكم تاني. طيب يا بنات، بعد ما دخلنا من تحت لفوق في العين هنشد الخيط للآخر، وما ننساش نربط الخيط من البداية علشان ما يفكش معانا. زي ما انتوا شايفين دي غرزة العين بتاعتنا، بندخل من تحت لفوق وبعد كده بنشد الخيط نسويه نتخره بحيث ان العين تفرد معانا، فاهمين؟ هنبدأ نعمل كده 3 أو 4 أو 5 لفات لحد ما شكل العين يكون مظبوط معانا. واحنا شغالين ما ننساش الحتة اللي هي في البداية دي، طرف الخيط اللي في البداية ناخده تحت الشغل علشان يكون ممسوك كويس جدا. هفضل اشتغل برضو لحد ما الفراغات اللي في العين دي تتدارى رايح جاي لحد ما احس ان شكل العين مظبوط. تقريبا فاضل اخر غرزة اهو. تقدروا توقفوا الفيديو وتشتغلوا معايا علشان ما تتوهوش مني. طيب يا بنات، هنشتغل اخر غرزة معانا في العين، وهندخل بالابرة للعين التانية من تحت الشغل. هخلص العين التانية وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين بندخل برضو بالابرة بطول العروسة لحد الاخر علشان نتخلص من الخيط. هنشتغل البق بتاع الدبدوب في دايرة سحرية، هنشتغل 5 غرز حشو. بعد كده هنرتفع السلسلة، وبعد كده نشتغل تزايد، يعني في كل غرزة 2 حشو، يعني في الآخر 10 غرز حشو. طيب يا جماعة، هنجيب برضو خيط بني ونلضمه في إبرة التنظيف عشان نبدأ نعمل مناخير بتاعة الدبدوب في الوش نفسه. تمام، أعتقد إني قلت صح. زي برضو ما انتوا شايفين طريقة التطريز من تحت لفوق، وبعد كده بنعمل بشكل عمودي من اليمين للشمال علشان يبقى بشكل مثلث زي ما انتوا شايفين. خلص معانا إبرة وفتلة بقى لونهم أبيض ونخيطهم في الدبدوب نفسه. بصوا بقى حتة السحر اللي جاية دي، 1 2 3 بس، مفيش أي إبداع، عادي خلاص. حتة شريط ستان كده يا جماعة، ودي اختياري مش إجباري يعني، بس شكلها أشيك في الموضوع. بصوا يا جماعة، تقدروا تكتفوا بشكله كده، ولكن لو حابين تضيفوا بعض هنلضم برضو إبرة التفاصيل وخيط فهوريكم بلون بقى ازاي بنفس ترفعوا لون الدنيا الدبدوب بتاعته. ونبدأ نخيط من ورا بالخياط من في ورا الدبدوب ومن نفسه في قدام راس علشان الدبدوب. تكون واقفة. تمام. تمام. وهنيجي برضو من قدام وهنبدأ نخيط ونثبت قوي لحد ما ودانه تبقى واقفة كويس زي ما انتوا شايفين. هنخلص الودنين وهوريكم بقى آخر تركاية. انا عايزه اقول لكم بعد ما عملت التركية دي ندمت اشد الندم. هتقولوا لي طب ليه عملتيها؟ حد ضربك على ايدك؟ اقول لكم لا، لازم التاتش بتاعي. فبكل بساطه هجيبوا بقى اي شادو لونه بني او اسود، تمام، تبداوا تهببوا كده في ودانه كده. متسألونيش عن السبب، المهم ان انا ما لقيتش اي شادو عندي، فده كان بتاع تصحيح الحواجب ده. مش مشكله، مش بطال. اخلص تهبيب في ودانه وارجع لكم تاني. وبكده يا اخواتي نكون خلصنا تهبيب ودان الأرنب بتاعنا أو الدبدوب، مش مشكلة، بنجاح. لو مش عاجبكم ده ممكن تجيبوا بس سلاكة سودان وتنضفوها أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. وإلى هنا تنتهي حلقتنا. كانت معكم حبيبة صاحبة براند مميزة. ما تنسوش بقى دعواتكم ليا لو استفدتوا من الفيديو، وحبة الزراير اللي حواليا دول تروقوا عليا بيهم. ولو محتاجين أي حاجة هسيب لكم كل اللينكات الخاصة بيا في الديسكريبشن بوكس. ولو عايز تطلب الكلب البلدي ده هسيب لكم رقم التواصل في أول تعليق. وخليك فاكر إن مميزة مش مجرد اسم براند. سلام عليكم.